عشان التوقيت الصيفي. طيب متهيألي إن تقريبا أغلب الناس اللي موجودين النهارده في القاعة يمكن يكونوا يعرفوا ماهي أكتر مني. لأن تقريبا ماهي يعني كانت أغلب الوقت كانت على طول يعني مدية حياتها كده للناس يعني في الشارع وللقضية زي ما بيقولوا يعني. ففعلا الناس في الشارع يمكن يعرفوها أكتر مني يعني. زمان يمكن ما كنتش بفهم أوي ماهي بتعمل إيه يعني قبل الثورة. كنت بلاقيها دايما بتنزل وتقعد تقول لنا اقفلوا عليا الباب، اقفلوا الباب يعني يقولوا لبابا ان انا جوه، وهي بتبقى ساعات بايته مع العمال، بايته مع مواطنين اهالي توصل مثلا في الاقسام بتاعهم. وانا كنت بقى مش يعني ليه حد ممكن يعمل كده يعني. لغايه بعد كده ما فهمت يعني في الثوره، وبعد كده شفت بقى الحاجات بعيني. انا عرفت هي ليه فعلا كانت بتضيع اغلب الوقت بتاعها يعني علشان الحاجات دي. وعرفنا ان فعلا الدوله دي مش هينفع تيجي واحنا قاعدين حاطين ايدينا على خدنا يعني. مهما سكتنا ومهما فضلنا بنحاول نتجنب الموضوع هيجيلنا يعني عاجلا او اجلا. وهي اكيد كانت عارفه ان ده هيحصل يعني. احنا ما كناش يعني متفاجئين قوي، احنا عارفين كده من زمان ان ده اكيد هيحصل مني في وقت او تاني. بس يمكن لما احنا جربنا يعني انا ووالدتي مثلا جربنا ان احنا نشترك بقى مع الحاجات دي يعني جوه، وان احنا ازاي تبقى صاحبتك او قريبتك او ابنتك او اختك انت مش عارف هي فين يعني. انت عمال تدور على واحده انت فعلا مش عارف هي فين دلوقتي. بس وده بقى بيحصل يعني بمقياس او سكيل اكبر من ده كتير يعني اظن ان في ناس في المناطق العشوائيه زي ما بيقولوا بيتاخدوا وهم اصلا مش عارفين هم عملوا ايه يعني هم مش يعني سواء بقى بلطجه من الداخليه او فرض سيطره زي ما احنا بنقول، بس بيعاقبوهم على حاجات هم مالهمش ذنب فيها. بس الناس دي مليانين بالسجون، غير بقى طبعا مساجين بعد الثوره ولسه غالبا بحكم السيسي وهو جاي خلاص هيتملوا اكتر يعني. والسجون هتبقى اكتر من المصانع نفسها مثلا. بس فيا ريت يعني انا عارفه ان دي ممكن يبقى فيها انانيه مني شويه يعني. انا اعترف بده بس معلش لو تقدروا تسامحوني. انا يعني نفسي ان الموضوع ما ينامش، مش موضوع ميت يعني اكيد موضوع ميت طبعا يعني احنا نتحرك فيه، بس يا ريت فعلا نفتكر كل الناس اللي جوه. نفتكر لسه الطالب الاسلامي اللي ميت امبارح واصحابه اللي راحوا اتاخدوا قدام الجنازه بتاعته يعني. وده لسه هنكرر كتير يعني. دي اول حاجه افتكرتها، طبعا في اكتر. فيا ريت نحس فعلا باهلهم ونحس باللي ممكن يحصل بعد كده. فيا ريت ما نخرجش من النهارده غير واحنا عارفين احنا هنعمل ايه بعد كده. مش عايزين نعيط زي ما انا بعمل ونقعد نشرب ونادين. يا ريت فعلا نتحرك. احنا يعني داخلين على ايام سودة، يعني نحاول نلحق ايام الرواضي اللي احنا فيها دي. شكرا.